السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في ناس حوالينا بتهون علينا وجع الدنيا، بس عمرنا فكرنا مين اللي بيهون عليهم؟ في ناس كده اول ما تقعد معاهم تحس انك ارتحت، يضحكوا يهزروا يفك الكركبة اللي جواك بكلمتين، بس عمرك فكرت يوم هو مين بيفك الكركبة اللي جواهم؟ اللي دايما بيضحك مش شرط يكون مبسوط، واللي بيدي طاقة للناس ممكن يكون طاقته خلصانة، واللي بيسند عليه الكل ممكن يكون بينهار من جواه ومحدش حاسس بيه. عارفين ليه؟ عشان اتعود يكون قوي، اتعود يكون اللي بيسند مش اللي بيتسند، اللي يطبطب مش اللي يطبطب عليه، اللي يقول انا تمام حتى لو بيموت من جواه. في ناس بتحط وش الضحك كل يوم مش عشان هما كده، بس عشان خايفين يظهروا ضعفهم، خايفين حد يشوف الوجع في عينيهم ويقول عليهم اتغيروا، او يمكن لانهم زهقوا من السؤال اللي دايما بيرن في دماغهم: هو فين اللي بيسمعني زي ما انا بسمع الكل؟ الناس دي لما بتتعب بتسكت، ولما بتتوجع بتضحك، علشان الحزن عندهم ممنوع والضعف مش في القاموس. بس الحقيقة هي ان القلب مهما كان قوي بيتعب، والضحكة مهما كانت واسعة ساعات بتخبي دمع، والسند اوقات كتير بيحتاج اللي بيتسند عليه. لو عندك في حياتك حد دايما بيضحك ويهزر، قوله انا شايفك وحاسس بيك وبوجعك وموجود لو في اي وقت احتجتني. احنا مش دايما محتاجين حلول لمشاكلنا، لكن محتاجين حضن، سؤال صادق، لمسة طبطبة، وناس حقيقية تقول انا معاك. فكر دلوقتي مين الشخص اللي دايما بيسندك، ابعتله كلمة واسأله عن نفسه، حسسه انه مش لوحده، لان اللي بيضحك دايما مش دايما مبسوط. واخيرا، لو عجبتكم فكرة القناة وحابين ان احنا نكمل، ما تنسوش لايك واشتراك وتفعيل الجرس ودعوة حلوة من القلب. دمتم بخير واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. سلام عليكم.